ازيكم يا جماعة؟ معاكم ميرو في قناتي اللي بناخد فيها جولة كل مرة في عالم الجرائم الغامضة. قصص ساعات تحس إنها طالعة من فيلم رعب، بس صدقوني كلها حقيقية. كل حلقة هنا هنفتح ملف جديد ونتكلم عن تفاصيل هتخليكوا تعيدوا التفكير في الدنيا والناس اللي حوالينا. لو انت بتحب الغموض والتشويق يبقى انت في المكان الصح. قبل ما العالم يعرف أنابيل كانت في دمية تانية أقدم منها وأخطر منها. دمية الناس لحد النهاردة مش فاهمين هي إيه بالظبط. اسمها روبرت ذا دول. شكلها بسيط جدا، وشها مبتسم، ولبسها قديم، بس اللي شافها أو قرب منها بيقسم إن في حاجة جواها مش طبيعية. القصة بدأت في ولاية فلوريدا مع ولد صغير اسمه يوجين. في يوم خدامة عندهم جابت له هدية، دمية قماش عادية كده، بس من بعد اليوم ده كل حاجة في بيتهم اتقلبت. الجيران كانوا بيسمعوا صوتين جايين من أوضته، مرة صوت الولد ومرة صوت غريب بيكلمه. والأغرب، كل ما حد يستيين من الدمية دي أو يضحك عليها بيحصل له مصايب غريبة بعدها على طول. الناس هناك بقت تقول إنها مش مجرد لعبة، دي روبرت، الدمية الملعونة اللي فتحت باب الرعب قبل أنابيل بسنين. فلو قلبك ضعيف ما تكملش الفيديو ده، لأن النهاردة هنحكي القصة الحقيقية الكاملة لقصة روبرت الدمية الملعونة اللي اتقال عنها اللي يستهين بيها عمره ما بيرتاح بعدها. القصة دي مش مجرد خرافة أو أسطورة زي اللي الناس بتحب تبالغ فيها، لأ، دي واقعة حقيقية موثقة في سجلات كي ويست في ولاية فلوريدا. القصة بدأت سنة 1904 في بيت عيلة غنية اسمها عيلة أوتو فاميلي، وكان عندهم ولد صغير اسمه يوجين روبرت أوتو، أو زي ما الناس كانت بتناديه جين كان ولد حساس جدا، هادي وبيحب يرسم. والده كان محامي معروف، وأمه سيدة راقية، وكان عندهم خدامة من جزيرة بهاما. في يوم الخدامة دي اختلفت مع الأم، وبعد الخناقة دي بشهور بسيطة جابت للولد جين هدية غريبة شوية، دمية قماش كبيرة في حجم طفل تقريباً، لابسة بدلة أحرية وليها وش ملامحه غريبة وعيون سودة بتبرق في الضلة. الولد سماها روبرت على اسمه التاني، ومن اللحظة دي بدأت التغيير. جين بقى متعلق بالدمية تعلق غريب جدا، بيتكلم معاها طول اليوم، بياكل وهي جنبه، بينام وهي جنبه، ومفيش حد كان يقدر يفصلهم عن بعض. لكن الغريب بقى لما الأم بدأت تسمع ابنها بيتكلم لوحده، صوتين بيترددوا من الأوضة، صوت جين وصوت تاني غريب تقيل كده ومش صوت طفل خالص. الجيران نفسهم بدأوا يلاحظوا إن في حاجة مش طبيعية، بيقولوا إنهم كانوا بيشوفوا الدمية واقفة من الشباك تبص عليهم، مع إنهم متأكدين إن البيت فاضي وقتها. يوم ورا يوم بدأ يحصل حاجات غريبة، حاجات بتتكسر في البيت، أصوات خطوات في الممرات، حاجات بتتحرك لوحدها، والولد جين بيصرخ ويقول: مش أنا يا ماما، روبرت هو اللي عمل كده. في الأول الأم افتكرت إن ده خيال طفل صغير، بس لما بدأت تسمع الضحك في نص الليل، ضحك خفيف جاي من ناحية الدمية، بدأت فعلا تخاف. وكل ما تحاول تشيلها من أوضته الولد يعيط بطريقة هستيرية كأنه هيتجنن لو بعدت عنه. سنين عدت وجين كبر وسافر يتعلم الفن، لكن الغريب إنه لما رجع البيت بعد وفاة والده كان أول طلب ليه إنه ياخد الدمية القديمة روبرت ويحطها في أوضته من تاني. جيرانه بيحكوله إنهم كانوا بيشوفوا روبرت في الشباك بنفس الطريقة اللي كانوا بيشوفوه فيها وهو طفل. وناس كتير زاروه في البيت قالت نفس الكلام: احنا كنا قاعدين والدمية حركت راسها ببطء ناحيتنا. في ناس قالوا إنهم سمعوا صوت خفيف بيضحك من وراهم، وفي اللي قالوا إن صورهم طلعت فيها الدمية مبتسمة رغم إن ملامحها في الحقيقة كانت ثابتة تماماً. واللي أغرب إن أي حد يسخر منها أو يلمسها من غير إذن بيتعرض بعدها لحوادث غريبة جداً، عربيات بتخبط، شغل بيتوقف، أمراض مفاجئة،
أو كوابيس متكررة مرعبة. وده خلى الناس تقول روبرت مش مجرد لعبة، دي حاجة تانية تماماً. وفضلت الدمية دي في الجيت مع جين لحد وفاته سنة 1974، وبعدها انتقلت لمتحف إيست مارتالو في فلوريدا، وهناك بدأت مرحلة جديدة من اللعنات، لأن أي زائر بيصورها من غير ما يستأذنها بيحصل له مصيبة بعدها. الناس بقت تسيب جوابات اعتذار جنبها في المتحف بيكتبوا فيها أسفين يا روبرت، علشان يتجنبوا أذى ممكن يطاردهم طول حياتهم. ودي كانت البداية الحقيقية لبداية أسطورة روبرت الدمية الملعونة، اللي الناس لحد النهاردة بيخافوا حتى ينطقوا اسمها بصوت عالي. بعد ما روبرت اتنقل لمتحف إيست مارتيلو في فلوريدا، الناس كانت فاكرة إن القصة خلصت وإنها مجرد دمية غريبة اتعرضت هناك علشان الفضوليين يشوفوها. بس لأ، القصة لسه ما ابتدتش فعلاً. أول يوم اتحطت فيه الدمية في القسم الخاص بالمتحف، أمين المتحف لاحظ حاجة غريبة جداً. كل يوم الصبح كان بيلاقي روبرت في وضع مختلف، مرة لافف وشه ناحية الباب، مرة ناحية الزوار، ومرة تصور في الكاميرات وهو بيحرك راسه ببطء كده كأنه بيراقب كل اللي داخل. وبعدها بأسبوعين بدأ أول حادث. واحدة من الزائرات اسمها آن كانت بتضحك وهي بتصوره، وقالت بصوت عالي قدام الناس: يا جماعة، الدمية دي شكلها مش مرعب ولا حاجة. بعد ما خرجت من المتحف بساعات، عربيتها تعطلت فجأة في طريق فاضي، وبعدها بيومين جالها تعب غريب والدكاترة نفسهم معرفوش السبب. بعدها بأيام المتحف بدأ يستقبل خطابات حقيقية مكتوبة بخط إيد الناس، وكلها بتبدأ بنفس الجملة: I'm sorry Robert, please forgive me. يعني آسف يا روبرت، سامحني. الناس كانت بتبعت الرسائل دي بعد ما حصل لهم حاجات غريبة جدا، كوابيس مرعبة، مشاكل في الشغل، أو حتى فقدان مفاجئ في الصحة أو الفلوس. والأغرب إن العاملين في المتحف نفسهم حلفوا إنهم بيسمعوا صوت خفيف بيضحك من جوه القفص الزجاجي، خصوصاً بالليل لما المكان بيكون فاضي تماماً. واحد من الحراس قال إنه شاف ظل بيتحرك جوه القفص، رغم إن الدمية ما اتحركتش بوضوح، بس الكاميرا سجلت إن في وميض بسيط في العينين، كأنها بتلمع لما حد يبصلها زيادة عن اللزوم. ومن وقتها إدارة المتحف حطت لفتة كبيرة فوق الدمية مكتوب فيها Please ask Robert's permission before taking photos، يعني من فضلك استأذن روبرت قبل ما تصوره. والناس فعلاً بدأت تمشي على التعليمات دي. في ناس قالت إنهم أول ما دخلوا القسم حسوا بحرارة غريبة زي موجة هوا سخن بتمر في المكان، والبعض حس إن عينه بتدمع أو بيجيله صداع فوري أول ما يبصله روبرت. في صور اتنشرت على الإنترنت فيها حاجات غريبة جدا، زي ظل طفل واقف ورا القفص أو انعكاس عينين بيتحركوا جوه الزجاج. والغريب إن الصور دي اتخذت في أوقات مختلفة من زوار ملهمش علاقة ببعض، لكن نفس التفاصيل كانت بتتكرر كل مرة. العلماء حاولوا يفسروا ده، قالوا يمكن تأثير نفسي أو إن الدمية مصنوعة من مواد قديمة بتأثر على الكاميرا، لكن محدش قدر يفسر الإحساس اللي كل الناس بتحكي عنه. لما تبص في عينين روبرت بتحس كأنه عارفك. لحد النهاردة المتحف بيستقبل مئات الجوابات من ناس من كل أنحاء العالم. كلهم بيعتذروا، كلهم بيطلبوا الغفران، وكلهم بيقولوا إنهم مش هيتريقوا. وفضل روبرت واقف في نفس المكان مبتسم ابتسامة صغيرة جدا، وكأنه مستني الضحية الجاية اللي هتستهين بيه. اللي اشتغلوا في متحف إيست مارتيلو دايماً بيقولوا نفس الجملة: روبرت مش مجرد دمية، ده كائن ليه حضور. القصة بدأت سنة 1994 لما واحد من الموظفين الجداد اسمه ماركوس حاول ينظف القفص الزجاجي اللي فيه الدمية، بس بدل ما يستأذن أو يلمسها بحذر مسكها وعدل وضعها بنفسه. في نفس الليلة الراجل اتصل بزمايله وهو مرعوب، قال لهم: أنا حاسس إن في حد بيتحرك في بيتي بخطوات صغيرة وصوت ضحك ورا الباب. الشرطة جت وما لقتش أي حاجة، لكن بعدها بأسبوع ماركوس ساب الشغل فجأة وساب ورقة صغيرة في مكتبه مكتوب فيها I'm sorry روبرت. ومن بعدها المتحف حط قاعدة صارمة: ما حدش يلمس الدمية، ما حدش يقرب من القفص من غير إذن. لكن الغريب إن رغم كل التحذيرات دي الحوادث ما وقفتش.
واحدة من الموظفات اسمها كارين حكت إنها كانت بتنظف الأرض حوالين القفص وسمعت صوت خفيف بيقول وراها Don't do that، يعني ما تعمليش كده. لما لفت ما لقتش حد، بس الكاميرات سجلت فعلا إن القفص اتحرك سنتي أو 2، والست دي استقالت بعدها بيومين من غير ما تقول سبب. في كمان قصة حقيقية اتنشرت سنة 2010 في جريدة محلية في فلوريدا بتحكي عن طالب تصوير راح المتحف مخصوص علشان يصور فيلم وثائقي عن الدمية. الشاب قال إنه نسي يستأذن قبل ما يصورها، وفي نفس الأسبوع الكاميرا بتاعته اتحرقت فجأة والملفات كلها اتمسحت. الغريب إن الكاميرا دي اشتغلت تاني بعد ما رجع المتحف وبعت جواب اعتذار. كل القصص دي خلت الناس تؤمن إن روبرت مش ملعون بمعنى الشر، لكن كأنه بيغضب لما حد يتعامل معاه باستهتار. حتى مدير المتحف نفسه كورزايل قال جملة مشهورة جداً: روبرت بيشوف وبيفتكر ومش بينسى. ومن وقتها المتحف بقى يتعامل معاه كأنه شخص مش مجرد دمية. الزوار لما يدخلوا بيقولوا له هاي روبرت، ولو عايزين يصوروا بيقولوا له Can I take a photo please؟ وفي دفتر مخصوص في المتحف كل الناس اللي زاروه بتكتب فيه تجربتها معاه. أكتر من 1500 صفحة لحد النهاردة فيها اعتذارات وحكايات عن حاجات غريبة حصلت بعد الزيارة، زي كوابيس، أصوات خطوات في البيت، أو صور اتشوهت. بس في قصة واحدة لسه محيرة الكل. حارس قديم اسمه جوزيف كان هو المسؤول عن تأمين المتحف بالليل. في 2014 اتسجل في الكاميرات وهو بيتكلم لوحده في القسم بتاع روبرت، بيقول بصوت واضح جدا: أنا عارف إنك شايفني، خلاص أنا ماشي. ومن بعدها الراجل اختفى تماما من السجلات، مرجعش شغله وما تردش خبره تاني. قاتر. وكل يوم لحد النهاردة المتحف لسه بيستقبل جوابات من العالم كله بتبدأ بنفس الجملة: I'm sorry Robert, please forgive me. بعد ما زادت الحكايات حوالين الدمية روبرت، الموضوع ما بقاش مجرد أسطورة محلية. الصحافة الأمريكية بدأت تكتب عنه بشكل متكرر، وحتى بعض الباحثين في علم النفس والسلوك راحوا فعلاً يشوفوا الدمية بنفسهم. سنة 1999 جامعة فلوريدا كيز بعتت فريق صغير من المتخصصين في التاريخ الشعبي والسلوك الجمعي عشان يدرسوا ليه الناس كلها حاسة إن الدمية دي حية، والفريق قعد ساعات في المتحف راقبها وسجل بياناتها. النتيجة كانت واضحة: مفيش أي حركة غير طبيعية اتسجلت، لكن عدد كبير من الزوار كان بيحلف إنهم شافوا تغيير في تعبير الوجه. واحد من الباحثين قال إن الموضوع ممكن يكون بسبب الإضاءة الزجاجية، وإن انعكاس الضوء بيتغير حسب زاوية الكاميرا أو النظر. لكن في حاجة كانت غريبة فعلاً: كل الأجهزة اللي استخدموها لتصوير الدمية 3 كاميرات رقمية حصل فيها خلل مؤقت أثناء التصوير. الكاميرات اشتغلت تاني بعد ما خرجوا من القاعة. الظاهرة دي اتوثقت فعلاً في تقرير المتحف سنة 2000. سنة 2008 المتحف بدأ يتلقى أكتر من 100 رسالة شهرياً من زوار بيقولوا إنهم حسوا بوجود شيء غريب بعد زيارتهم، وبعد بحث بسيط تبين إن 70% من الرسائل بتبدأ بجملة واحدة: I didn't ask Robert for permission before taking a photo، يعني ما استأذنتش من روبرت قبل ما صوره. الرسائل دي اتحفظت رسمياً في المتحف، وفي فعلاً أدلة مكتوبة وموجودة لحد النهاردة. المتحف نفسه نشر صور من الخطابات دي في معرض سنة 2015 بهدف دراسة الظاهرة من منظور نفسي واجتماعي، مش ديني ولا خارق للطبيعة. أما عن أصل الدمية فهو حقيقي تماماً ومؤكد بوثائق من شركة ستايف الألمانية، نفس الشركة اللي بتصنع دببة تيدي بير. تم إنتاج دمية روبرت حوالي سنة 1904 أو 1905، وكانت مصنوعة من القماش والقطن الطبيعي، وتم تفصيلها خصيصاً لطفل اسمه روبرت يوجين أوتو في كي ويست. بعد وفاة يوجين سنة 1974 اتركت الدمية في البيت واتنقلت للمتحف في التسعينات بعد ما العيلة تبرعت بيها رسمياً، وكل التفاصيل دي موجودة في سجل المتحف العام وموقعهم الرسمي بما في ذلك رقم القطعة وتاريخ نقلها.
في سنة 2011 مجموعة من العلماء في متحف بoston للتاريخ الثقافي فحصوا مكونات القماش والزراير والدهانات اللي على وش الدمية عشان يشوفوا هل فيها أي مواد ممكن تسبب تفاعل غريب أو تآكل يخلي شكلها يتغير. لكن النتيجة كانت عادية جدا، المواد طبيعية 100% ومفيش أي مادة مش معروفة أو مشروعة. يعني من الآخر كل حاجة تخص روبرت قابلة للتفسير العلمي، لكن المريب هو تأثيره على الناس. لحد النهاردة متحف إيست مارتيلو بيستقبل جوابات من زوار من أكتر من 40 دولة، كلهم بيعتذروا أو بيحكوا عن مواقف غريبة حصلت بعد ما صوروه من غير إذن. المدير الحالي للمتحف قال في تصريح لجريدة ميامي هيرالد: مفيش أي دليل إن الدمية خارقة، لكن في دليل واضح إن الناس بتصدقها، وده في حد ذاته بيخليها حية بشكل نفسي. بعد سنين طويلة من وجود روبرت الدمية داخل صندوقه الزجاجي في إيست مارتيلو ميوزيوم بولاية فلوريدا، الموضوع ما وقفش عند زوار المتحف بس. في أوائل الألفينات بدأت صور الدمية تنتشر على الإنترنت، خصوصاً بعد ما ناس كتير بدأت تحكي تجاربهم معاه على المنتديات القديمة زي ريدت وفورتشان. الناس كانت بتنشر صورها قدام روبرت وتحكي إنها حست بحاجات غريبة بعد الزيارة. فيه اللي قال إن الكاميرا بتعلق وهو بيصوره، واللي قال إن العربية بتتعطل في نفس اليوم، واللي قال إنه بدأ يسمع أصوات في البيت بعد الزيارة. كل الكلام ده خلى الدمية تتحول من مجرد قطعة في متحف إلى ظاهرة عالمية حقيقية. سنة 2015 القنوات الوثائقية بدأت تزور المتحف لتصوير حلقات خاصة عنه، منهم قناة ترافل شانل في برنامج جوست أدفنتشرز، اللي فعلاً زاروا روبرت وسجلوا تجربتهم بالكامل، وكل حاجة كانت موثقة بالفيديو والصوت. اللقطات الحقيقية أظهرت حاجات غريبة فعلاً، أجهزة التسجيل كانت بتتوقف فجأة والإضاءة كانت بتفصل أثناء التصوير. بعد كده اليوتيوبرز الكبار في مجال الرعب والقصص الغامضة بدأوا يسافروا مخصوص عشان يصوروا مع روبرت، زي قناة BuzzFeed Unsolved اللي خصصت لهم حلقة كاملة واتكلموا فيها مع القائمين على المتحف، اللي أكدوا إن آلاف الرسائل بتوصل سنوياً من ناس بتعتذر للدمية لأنهم صوروها من غير استئذان أو سخروا منها. المتحف فعلاً بيعرض بعض الرسائل دي للزوار، كلها مكتوبة بإيد ناس حقيقية بيقولوا فيها إن حياتهم بقت نحس بعد الزيارة وإنهم عايزين يطلبوا السماح من روبرت. الملفت إن حتى اليوم الموظفين في المتحف بيأكدوا إنهم مش بيهزروا، وإن الصندوق اللي محطوط فيه روبرت بيتقفل بأحكام وبيتنظف بحذر وبيتعاملوا معاه كأنه كائن حساس. الناس بتزور المتحف يومياً مخصوص عشانه، لدرجة إن روبرت بقى واحد من أشهر معالم كي ويست رسمياً ومصدر شهرة وسياحة حقيقية للمنطقة. الغريب إن قصته انتشرت لدرجة إنها بقت جزء من ثقافة الإنترنت نفسها. ملايين الفيديوهات على يوتيوب وتيك توك بتحكي حكايته الحقيقية، ومفيش ولا مصدر موثوق قدر يثبت إن روبرت مجرد خرافة. كل اللي اتأكد منه العالم إن الدمية دي موجودة فعلاً، وفعلاً كانت ملك لطفل اسمه روبرت يوجين أوتو، واللي عاش في بيت بقى النهاردة فندق صغير اسمه آرتست هاوس، واللي الناس برضو بتقول إن صوته لسه بيتسمع هناك أحياناً. من بعد ما قصته بقت ترند عالمي، البيت اللي عاش فيه يوجين أوتو واللي اتولد فيه روبرت اتحول لمكان بيشد الباحثين من كل العالم. مش مجرد ناس عايزة تصور فيديو رعب، لا، في فرقة حقيقية دخلت علشان تثبت أو تنفي كل اللي الناس بتقوله من سنين. تليفون. أول زيارة موثقة كانت سنة 1999 لما فريق من برنامج هونتد هيستوري على قناة هيستوري دخل البيت وبدأ يستخدم أجهزة صوت ودرجات حرارة، والنتيجة تحت. واحدة من الكاميرات سجلت صوت خافت لطفل بيضحك جاي من الدور العلوي، رغم إن المكان كان فاضي ومقفول أماماً. الفريق وقتها نشر تقرير رسمي وقال إن الصوت غير مفسر، لكنه فعلاً اتسجل. فيم. بعدها بسنة قناة ترافل شانل صورت حلقة في متحف إيست مارتيلو اللي فيه روبرت حالياً. اللي حصل هناك خلاهم يوقفوا التصوير أكتر من مرة. الإضاءة كانت بتفصل لوحدها، الميكروفونات بتطلع وشوشة كأن فيه همس قريب من الكاميرا، وأكتر حاجة صدمتهم إن الكاميرا اللي بتصور روبرت وجهاً لوجه فصلت تماماً رغم إن باقي الكاميرات شغالة عادي. المشهد ده اتعرض في حلقة Ghost Adventures Key West Special، واللقطة دي موجودة فعلاً في أرشيف القناة. مشهد
المتحف نفسه احتفظ بسجل رسمي لكل اللي بيزور روبرت. في دلوقتي أكتر من 1500 رسالة اعتذار مكتوبة بخط إيد ناس من كل العالم. ناس كتبوا إنهم صوروه أو ضحكوا عليه أو اتكلموا عنه باستهزاء، وبعدها حصلهم مواقف سيئة أو حوادث غريبة، فبيرجعوا يبعتوا له الجوابات دي علشان يعتذروا. كل الخطابات دي موجودة فعلا في المتحف، وممكن تشوفها بعينك لو زرت المكان. سنة 2017 باحثين من جامعة فلوريدا ستيت يونيفرسيتي عملوا زيارة علمية بهدف دراسة الظواهر النفسية الجماعية حوالين الدمية. قالوا إن الظاهرة دي اسمها suggestive haunting، يعني لما الناس تؤمن إن في شيء خارق تبدأ تحس بيه فعلاً نتيجة تأثير نفسي جماعي. لكن رغم التفسير العلمي ده، الباحثين نفسهم كتبوا إن في حاجات حصلت ملهاش تفسير واضح، زي صوت خطوات فوق سطح المتحف رغم إنهم كانوا لوحدهم والمبنى مغلق. وفي نفس السنة قناة BBC 3 البريطانية عملت تقرير خاص بعنوان روبرت ذا دول America's Cursed Toy. في التقرير المذيعة البريطانية فعلاً راحت تصور، وقبل ما تدخل الغرفة موظف المتحف قالها بالحرف: لو ناوية تصوري لازم تستأذني منه الأول. وطبعاً المذيعة ضحكت وسألت ليه، فرد عليها: علشان الناس اللي مصورهوش من غير إذنه حياتهم اتهزت فعلاً بعد كده. وده مش كلام فاضي، لأن القناة عرضت فعلاً لقطات من رسائل الاعتذار المطبوعة وعلقت عليها إنها من أغرب الأرشيفات الموجودة في متحف أمريكا. كمان المتحف حط إيميل رسمي مخصوص اسمه Letters to Robert علشان الناس اللي عايزة تعتذر تبعت له أونلاين. والأغرب إن الإيميل ده فعلاً بيتلقى مئات الرسائل شهرياً من دول مختلفة، أستراليا، بريطانيا، وحتى من اليابان. وبنهاية سنة 2023 تقارير قناة ديسكفري ذكرت إن روبرت الدمية هو أكثر دمية مرعبة موثقة في العالم، واتحط اسمه رسمياً في دليل جينيس وورلد ريكوردز كموست هونتد دول with verified accounts، يعني أكثر دمية عندها شواهد ووثائق رسمية على ظواهر غير مفسرة. من يومها ما حدش قدر يفسر هل فعلاً اللعنة دي واقعية ولا مجرد تداخل نفسي بين خوف الناس وإيمانهم بالحكاية. لكن المؤكد إن روبرت مش مجرد لعبة، ده بقى أسطورة أمريكية حقيقية، والناس بتسافر مخصوص علشانه. وبعد أكتر من 100 سنة لسه لحد النهاردة في اللي بيبعت له اعتذار. من بعد سنة 2010 لما السوشيال ميديا بدأت تنفجر بقصص الرعب والتحقيقات الحقيقية، الاسم اللي فضل دايماً يتكرر هو روبرت ذا دول. في البداية كانت مجرد صور من المتحف، بس لما بدأ يوتيوبرز كبار يزوروه فعلاً ويصوروا، الحكاية خرجت عن السيطرة. سنة 2014 قناة بازفيد أنسولفد الشهيرة قررت تعمل حلقة عن روبرت. المذيعين رايان وشين راحوا فعلاً لمتحف إيست مارتلم واتبعوا كل القواعد، استأذنوه قبل ما يصوروه وقالوا له ثانك يو بعد ما خلصوا. لكن المدهش في اللقطة الأخيرة من الفيديو حصل جليتش غريب في الكاميرا، زي لحظة تشويش مدتها نص ثانية، والغريب إن نفس الجليتش ما حصلش في باقي التسجيل. المونتير نفسه قال إن المقطع سليم تقنياً وما فيش سبب يخليه يتشوش بالشكل ده. فيلم سنة 2017 قناة Ghost Adventures راحت تصور حلقة كاملة في المتحف. اللي حصل قدام الكاميرا خلى الحلقة من أكتر الحلقات مشاهدة على القناة كلها. واحد من أعضاء الفريق جاي واغنر قال إنه وهو بيكلم الدمية وبيسأله هل أنت فعلاً حي؟ المايك سجل صوت خفيف جداً لطفل بيقول كلمة يس، رغم إن ما فيش أي طفل في المتحف. الصوت اتسمع بوضوح لما حللوا التسجيل بعد كده. بعد النجاح الضخم ده قنوات تانية بدأت تحاول تعمل نفس التجربة. قناة بريطانية اسمها The Paranormal Files صورت معاه سنة 2019، لكن بعد ما رجعوا من الرحلة اتنشرت بوستات على حسابهم بتقول إن الهارد الرئيسي اتحذف منه الفيديوهات كلها بطريقة غريبة، والكاميرات اتحرجت بطارياتها في نفس اليوم. القناة نفسها أكدت إنهم ما فقدوش أي ملفات في حياتهم غير المرة دي. سنة 2021 يوتيوبر أمريكي شهير اسمه سام أند كولبي قرر يزور المتحف بنفسه كجزء من سلسلة Haunted Road Trip. قبل ما يدخلوا حارس المتحف قالهم جملة غريبة جداً:
لو ناويين تسجلوا خلوكم محترمين وما تضحكوش عليه. في البداية افتكروا بيهزر، لكن في نص التصوير الكاميرا اللي بتصور سام وقفت فجأة، وبعدها ظهرت لقطة فيها ظل شخص صغير وراهم في الزاوية. الفيديو ده حقق أكتر من 12 مليون مشاهدة خلال شهور قليلة، ولحد النهاردة هو واحد من أعلى فيديوهات القناة كلها. ومن كتر التفاعل المتحف خصص صفحة كاملة على موقعه الرسمي بعنوان Apology Letters to Robert، وبيحدثوها كل فترة بعينات من رسائل حقيقية وصلت بعد زيارات أو صور معاه. في رسالة من شابة كندية كتبت: ضحكت وأنا بصوره، وبعدها عربيتي اتخبطت وأنا راجعة، أنا مش بخاف بس حبيت أعتذر. أما سنة 2023 قناة ديسكفري بلس عملت وثائقي بعنوان روبرت ذا دول. البرنامج ده استخدم تسجيلات أصلية من كاميرات الزوار داخل المتحف، وبعض المقاطع فعلاً باين فيها حركة خفيفة في العين أو الشفايف بتاعة الدمية، لكن الخبراء قالوا إن الكاميرا ممكن تكون اتأثرت بالإضاءة، بينما الجمهور شاف إن روبرت فعلاً بيتحرك. النهاردة روبرت الدمية بقى رمز عالمي للرعب الحقيقي، مش مجرد أسطورة أو فيلم. في متاجر بتبيع تماثيل مصغرة ليه، وفي لعبة فيديو مستوحاة من قصته، وأكتر من 10 أفلام وثائقية تناولت تاريخه الحقيقي. لكن رغم كل الشهرة دي لسه في قاعدة واحدة محدش بيتخطاها أبداً: كاميرا ما تصوروش روبرت إلا لو استأذنتوه. وفي ناس بتقول حتى لو استأذنت هو اللي بيقرر لو هيسمح لك أو لأ. في عالم الإنترنت الترندات بتختفي بسرعة إلا لما تكون اللعنة لسه شغالة. ها ها ها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكاية روبرت الدمية الملعونة، الدمية اللي بدأت كلها لعبة صغيرة في إيد طفل، وانتهت إنها تبقى أشهر كيان مرعب على الإنترنت. بس خليني أسألك سؤال قبل ما نقفل الحلقة: لو لقيت الدمية دي قدامك دلوقتي، هتقدر تبص في عينيها وتضحك، ولا هتفتكر كل اللي حصل للي حاولوا قبلك؟ فاكر دايماً إن اللي بنسميه خرافة ساعات بيبقى ليه أصل حقيقي، وأكتر حاجة مرعبة مش اللي بتتحرك في الضلمة، لكن اللي بيبصلك وإنت مش واخد بالك. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل القصص المرعبة اللي جاية، وسيبلي في الكومنت رأيك، تحب الحلقة الجاية تكون عن إيه ولا الدبدوب هارولد؟